هو ايه لازمة الحصانة البرلمانية؟ طول الوقت بنسمع ناس بتتكلم عن انه لازم نلغي الحصانه البرلمانيه، ده النواب الناس بتترشح عشان ياخدوا الحصانه، نلغي الحصانه، لو لغينا الحصانه مش هنلاقي ناس بتترشح، كلام من ده كتير. وده على اساس انه الناس كتير من النواب، يعني ده كلام الناس، انه ده كلام المواطنين، انه في ناس كتير من النواب بيترشحهم علشان يستغلوا الحصانه ديت في شيء سلبي. طيب الاول تعالى نفكك الموضوع واحده واحده ونشوف الموضوع جاي منين. الاول الحصانه دي عباره عن ايه؟ الحصانه دي معموله علشان نحمي النائب دوت. هو الحصانه جزئين، في جزء منه بيبقى جوه البرلمان ان هو يتكلم براحته ويعترض براحته وينتقد براحته ويتكلم براحته بدون ما يبقى خايف من، يعني انت كمواطن ما ينفعش تقول ان الوزير الفلاني حرامي الا لو عندك دليل، ما ينفعش تقول المسؤول الفلاني حرامي الا لو عندك دليل، يا اما هتتحبس بالتشهير بقى والتهمات باطله وحاجات كده. انما هو النائب ممكن يكون عنده شكوك، مش فاهم حاجه، مش عاجبه اللي بيحصل، حاسس ان في اتكلم بقى في جوه البرلمان بيتكلم، ما عندوش الحته ان هو ايه، اصل المسؤول الفلاني يرفع قضيه تشهير، لا هو رقابه. ده جزء هنرجع للنقطه ديت كمان شويه. الجزء الثاني ان هو بره البرلمان كمان ما حدش ينفع يتخذ معاه اجراءات قانونيه سهله كده، لو حد يوقفه يفتشه وريني بطاقتك ويعمل له بقى قضيه ومش عارف ايه والكلام دوت، لانه ده ممكن الجزء ده معمول كمان عشان السلطه التنفيذيه، لان هو النائب البرلماني، انا يعني مش بتكلم هنا بس عن النائب البرلماني في مصر، ده في كل حته في العالم. يعني الفكره او الفلسفه بتاع الموضوع الحصانه جايه منين؟ ان هو النائب البرلماني شغله الاساسي التشريع، وكمان يعني هو شغله مقسوم نصين، تشريع ورقابه على السلطه التنفيذيه اللي هي الحكومه بقى كلها، من اول رئاسه الوزراء والرئيس نفسه والوزارات وكده لغايه تحت. طبعا الوزارات بقى افرعها بقى اللي هي من ضمنها الشرطه والداخليه والحاجات والاجهزه الامنيه. فهو ما ينفعش انت تبقى حاطه، يعني هم المفروض يراقب عليهم وتبقى حاطه تحت رحمتهم، انه اي امين شرطه ولا اي عسكري يقف في اي حته ويعمل له قضيه، او اي موظف في اي جهه اداريه يعمل له محضر او فانت لازم تحصنه. طيب نرجع للنقطه دي، ايه الموضوع جاي منين؟ الموضوع جاي من ان انت، يعني عندنا هنا في مصر المرشح ده او النائب البرلماني ده مش بيمثل نفسه، ده بيمثل كل الناس. يعني هو المفروض في الدستور ان هو بيمثل الشعب كله، بس خلينا نقول لو هنقسمها دوائر فهو بيمثل كل الناس اللي في الدايره الانتخابيه بتاعته. فاحنا هنا في مصر في وزن نسبي للكرسي. يعني ايه وزن نسبي؟ احنا ازاي بنحدد الدايره دي فيها كرسي 2 3 4؟ يعني بتحدد ازاي؟ بتحدد انه الوزن النسبي للكرسي حوالي من 170 ل 210 الف، حاجه شبه كده. دي المره دي اتحسبت كده اظن في حدود 200 الف لكل مواطن، يعني كل 200 الف مواطن في الدايره ديت بيبقى ليهم مقعد. فلو الدايره ديت فيها 600 الف فيبقى ليهم 3 مقاعد، 800 الف يبقى ايه ليهم 4 مقاعد. فبيتحط جزء فردي وجزء في القايمه. طيب لما بيجي عندي مرشح هنا في الحاله الانتخابات اللي احنا فيها دلوقتي 2025، فالمقعد الوزن النسبي للمقعد حوالي 200 الف. فانت لما بيخش سين من الناس، سين مرشح ده بيمثل 200 الف مواطن. فهو دلوقتي مش بيتحرك هو بشخصه، هو في 200 الف مواطن بيتحركوا. يعني عندك مثلا النائب دوت داخل المحافظه، داخل مجلس المدينه، داخل الوزاره، داخل وكاله الوزاره، داخل اي حته، او حتى هو قاعد في البرلمان بيجيب وزير بيحاسبه. هو مش هو اللي بيتكلم، هو مش بيتكلم، هو نائب عن 200 الف مواطن، هو بيتكلم بلسان 200 الف مواطن. فاكيد ال 200 الف مواطن لما يروحوا يتكلموا في حته لازم يبقى هي خلاص ده 200 الف مواطن. فطبعا فكره اختراع الديمقراطيه والتمثيل النيابي وكده كانت جايه من انه بدل ما احنا نبقى شغل القبيله ده وكل شويه نقعد نتجمهر و100 الف واحد يروحوا يقولوا رايهم في حته، فلا، فبشكل قانوني وديمقراطي ودستوري بنجيب شخص ممثل عنهم. ده المفروض، يعني بيحصل او ما بيحصلش بقى، بس هو ده المفروض. فده ممثل عن ال 200 الف مواطن. فلازم الشخص اللي بيمثل 200 الف مواطن يبقى عنده حصانه قانونيه ان هو يتحرك ويتكلم وكده. لو هو مش قادر يتكلم، اللي معاه 200 الف مواطن اللي مش قادر يتكلموا، مين هيتكلم؟ ننزل بقى كل يومين 3، يعني مش عاجبني مجلس المدينه ولا الحي ولا الوزاره، كل شويه بقى ننزل مليون واحد يروحوا يقولوا رايهم في الوزاره. لا، عندك مكتب النائب بتاعك بتروح تكلمه وتقول له والله في مشكله في الحته الفلانيه. لو المشكله دي متكرره او تستدعي ان هو بيتدخل. فهو دلوقتي بيتدخل نيابه عنك وعن ناس كتير في الدايره بتاعته، او يعني الدايره بتاعته.
حلو. فلذلك احنا بنحصن الشخص دوت علشان هو لو اي خد اي اجراء او موقف ضد السلطه التنفيذيه اللي هي الحكومه بالوزارات بتاعتها باجهزه اداره الدوله، يبقى الراجل قادر يتحرك، مش خايف ان وهو مروح بالليل يعملوا له كمين تحت البيت وياخدوه تحري. يعني مش كلام منطقي. طيب في ناس بتستغل دوت بشكل سلبي، وكنا بنسمع بقى وبيجي في الافلام ان هو بيعبي شنطه مخدرات وبيسرق مش عارف ايه، والكلام ده وارد. يعني انا شايف انه لو عاوز يفسد في طرق للفساد اكتر من كده من غير ما يعمل ده، بس خلينا نقول انه وارد يمكن يحصل. طيب حله ايه؟ الرقابه على البرلمان. طبعا هو عشان تاخد اجراء قانوني ضد النائب بتروح البرلمان، هو اللي بياخد ضده الاجراء، مش النيابه العامه ومش السلطه يعني مش السلطه القضائيه ولا السلطه التنفيذيه، مش الداخليه ولا النيابه. الاول البرلمان لازم ترجع للبرلمان، البرلمان هو اللي يحوله للتحقيق داخليا او يفصله او يشيل من عنه الحصانه ويوديه للنيابه، ومن هنا النيابه او السلطه القضائيه تبدا تاخد مجراها. فطيب لو انت عندك مشكله مع مرشح نائب ما، خلاص هو المرشح بتاعك نجح وبقى نائب، انت والله عندك مشكله، دي ازمتك انت. تعالى انت كمواطن، مش انت بشخصك، يعني مواطنين بالمجموع شايفين ان الفلاني ده عليه شبهات ان هو بتاع مخدرات، ابعتوا شكاوي للبرلمان. عندكم النهارده السوشيال ميديا، يعني احنا اتطورنا جدا جدا جدا، احنا في واحده من احسن عصور التواصل والديمقراطيه، لان نقدر نبقى نستغل دوت ونعمل ديمقراطيه، مش ديمقراطيه بس، نقدر نعمل ده بوسائل التواصل الحديثه والتسجيل الحديثه وكده. عندكم مشكله والله، صيحوا الميتين ابوه يعني انشروا الفساد اللي هو بيعمله على السوشيال ميديا، ابعتهم، اعملوا اكونتات مجهوله، اعملوا اللي تعملوه، ابعتهم للنيابه، ابعتوا للصحافه، ابعتوا طبعا للبرلمان وكده. في اجهزه رقابيه كتير جدا ممكن تبعتوا لها. هي الاجهزه الرقابيه ديت، انا كنت لسه عامل بوست عن الاجهزه الرقابيه، ابعتوا لها، وهي الاجهزه الرقابيه هتقدم طلبات للبرلمان وتدور وراه وهكذا. فالرقيب على النائب مين؟ رقم واحد انت المواطن. فعشان كده من الاول المفروض تنتخب حد انت عارفه كويس، تعرف تجيبه، يعني تعرف تجيبه، ولما يكون في مشكله تعرف توصل له، لما تكون عاوز تعرف تقول حاجه تعرف تتواصل معاه، ولما يعمل حاجه غلط تعرف تروح تعاتبه. مش لازم بشخصه، بس عنده مكتب، عنده هيئه مكتب في الدايره بتاعته بتعرف توصل له. والمفروض زي ما قلنا انه ده متاح في العصر اللي احنا فيه. ففي الاخر الرقيب عليه انت. فانت لو انتوا ال 200,000 بني ادم دولت هم اللي مدين له شرعيه، وانتوا اللي ممكن تسحبوها منه. انما ما تديش المفتاح ده للسلطه التنفيذيه اللي هو بيراقب عليها. في الاخر هو ممثل عندك انت، فانت المفروض اصلا تطالب له بباور اعلى. يعني لو هو عنده حصانه 1 و2، انا شايف ان احنا المفروض نديله حصانه 1 و2 و3. عندنا بقى مشكله في جوده المرشحين او جوده النواب، دي مشكله تانية نحلها بشكل اخر، مش ان احنا نشيل الحصانه، لا، احنا الحصانه انا شايفها، انا ده رايي الشخصي، ان هي تبقى اقوى كمان. لان احنا عندنا مشاكل في الاداره التنفيذيه قويه جدا، وعندنا فساد كتير يعني متجذر من سنين طويله، وعندنا قصور في الاداره. فهتحلها ازاي لو النائب مش قادر يشتغل، عينه بقى مكسوره، عنده فساد، عنده السلطه التنفيذيه بتقدر تتحكم فيه، بتقدر تهدده، ايا كان ايه اللي ممكن يهدده، هيشتغل ازاي، هيتحرك ازاي؟ فهو لا، هو بياخد شرعيته منكم انتم، فانت شيل شرعيته وافضحوه، اتكلموا عنه. وطبعا من الاول زي ما قلنا تختار نائب كويس. يؤسفني طبعا ان احنا ده مش حاصل عمليا على ارض الواقع، ان احنا ما بنرشحش ناس كتير، في طبعا ناس كويسين لكن الاغلبيه ما بيبقوش كفء للترشح. كمان مش بيبقى عندهم مساحه كبيره يشتغلوا، لكن ده مش معناه ان احنا نضيق المساحه اللي هم يشتغلوا بيها، لا بالعكس، احنا ندعمهم ونزقهم ان يبقى عندهم مساحه وباور اكتر.